بهي المباراة صار يلي ما كان بدي اياه يصير. طبعا هي المباراة جدا مهمة، وحكيت باخر ريل ليش، لانه نحن حاليا بالمركز السادس بفرق 6 نقاط عن المركز الاول، طبعا مع مباراة مؤجلة يلي راح نلعبها السبت، فلهيك اليوم كان لازم نفوز. توجهنا بالسيارة على ملعبنا لانه المباراة اليوم كانت بارضنا. كذا عاد اخيرا، عاد ملك الوسط، عاد الرسام. بدأت المباراة وكالعادة سجلنا هدف بأول شوط. انتهى الشوط الأول أدائي جيد، الفريق عم يلعب تمام وكل شي كان ماشي صح، وكمان ببداية الشوط الثاني سجلنا هدف آخر، يعني كنا مرتاحين بالنتيجة وعم نلعب تمام. ولكن فجأة ما بعرف ليش بيتم تبديل رضواني اللي كان عم يلعب بالوسط كتير تمام وعامل اسيست، وتبديل المهاجم اللي سجل جولين، كمان لاعب ثالث مو متذكره ولكن كان مبدع بالمباراة. فبرأيكم هي القرارات الغبية لشو رح تأدي؟ هدف أول وكمان هدف ثاني وهدف ثالث جميل. وطبعا اخطأت هدول الخطأين لانه في كتير ناس بتحب تحكي، فعادي الواحد بيتعلم من اخطائه. سلام.